الراجل أشار بشكل متحدي على جبينه، وبعد كده مسك قوس وسهم من على الأرض وكسره نصين، وقال إن القوس ده ضعيف جدا. ساعتها الجنود اللي على السور اتضايقوا جدا، ضربوا سهم تاني، لكن ست كانت واقفة ورا الراجل صدت السهم في الهواء بقوسها. الجنود فهموا إن الناس دي مش عادية. القائد بتاعهم أمر فوراً الكل ياخد باله ويكون مستعد. علشان يتجنبوا أي مواجهة قال لرجالته يطلعوا عربية أكل لبره بوابة المدينة، وطلب منهم ياكلوا ويمشوا على طول. في اللحظة دي أخو الراجل فهم إنهم اتفهموا غلط واتحاسبوا ناس غلابة. التوتر كان ممكن يكبر، لكن ملامح الراجل فضلت هادية بشكل غريب. الجندي ما كانش يعرف إن الشخص اللي كان بيبص له باستصغار قبل كده هيبقى بعد كده أشهر قائد عسكري. اسم الراجل كان توم. القصة بتبدأ مع الأحداث اللي حصلت مؤخراً واللي أثرت على المدينة. علشان يحمي بلده، توم اللي عنده 21 سنة كون جيش خاص بيه ودخل في مواجهات صعبة مع الخصم، لكن الظروف ما كانتش في صالحه. بعد شوية اشتباكات صغيرة قوات توم اتفككت تقريباً وما كانش قدامه حل تاني، فقرر هو وأخوه يروحوا يطلبوا مساعدة من صديق قديم اسمه جيري. لكن للأسف الجنود اللي على سور المدينة افتكروهم ناس نازحة ورفضوا يدخلوهم، وكمان رموا سهم عليهم. علشان يقابل جيري، توم قبل الأكل اللي الجنود قدموه لكنه ممشيش، فضل قاعد بره القلعة لمدة 3 أيام لحد ما جيري وافق يقابلهم. توم لاحظ بسرعة إن جيري ما بقاش نفس الشخص اللي كان يعرفه زمان. جيري كلفه بمهمة صعبة، وهي إنه يقود 800 جندي علشان يهاجموا مخزون الأكل الخاص بجيش الخصم اللي عدده 5000. كان فاكر إن المهمة دي هتخلي توم يتراجع، لكن توم رد وقال إنه محتاج 500 راجل بس. وبالفعل توم مع 500 جندي عمل كمين على الطريق الرئيسي للخصم. ومع تقدم قوات الخصم، توم أمر إن كرات نار كتير تنزل من على الجبل من الناحيتين.